لو لقيتها ماشيه ما تلعبش في حاجه. الجمله دي غلط وصح في نفس الوقت، لان احيانا التغيير ولعبك في الحاجه دي ممكن يبوظ الدنيا اكتر ما يصلحها. وهديك مثال، تخيل انه في مطعم الناس بتسيب الدنيا كلها وبتيجي تاكل فيه، وده علشان في اكله معينه بتميزه عن اجدعها مطعم، وفجاه قرر انه يكبر المطعم ويلغي الاكله المميزه دي، فالناس ما بقتش تيجي. فلعبك هنا في الحاجه كانت ماشيه بوظت الدنيا. ومش بس كده، دي هتخليك تشوف جمله لو لقيتها ماشيه ما تلعبش في حاجه صح مليون في الميه. امال مين قال هنا غلط؟ ما الراجل اهو لعب في المطعم والمطعم باظ. هقول لك اصنع، لان المشكله يا صديقي في ناس تانية بتاخد الجمله دي كحجه انها ما تغيرش ولا تطور من الحاجه بتاعتها حتى لو شايفاها بتبوظ. فتيجي تقول له يا عم الشغل واقف، يقول لك سيبها زي ما هي. يا ابني محتاجين نتعلم شويه مهارات وناخد كام كورس. فيقول لك يا عم ما هي ماشيه. بتقول له بس السوق بيتغير والدنيا بتتطور. فيقول لك ما تلعبش في حاجه. وده اكبر غلط، لانه في شركات كبيره وقعت، ودي مش علشان انها فشلت، لا ده علشان رفضت تغير وتطور من نفسها وفضلت سايباها ماشيه زي ما هي. واشهر مثال على كده شركه نوكيا، اللي كانت اشهر شركه في عالم الموبايل تمه، بس للاسف الشركه انهارت لانها رفضت تغير وتطور من نفسها. رفضت تغير من الزرار لللمس وقالت لك ما هي ماشيه. رفضت تضيف كاميرا اماميه وقالت لك ما هي ماشيه. يا نوكيا ده في بصمه هتطلع، ونوكيا ترد وتقول لك ما تصدعناش. والنتيجه الله يرحمك يا نوكيا. الخلاصة انه لو الحاجة ناجحة ما تكسرهاش وتبدأ من الصفر، وبرضه مش معنى انك ناجح تفضل مكانك بدون تغيير ولا تطوير. وبس كده يا صديقي، احنا كنا بنفضفض مع بعض. لو حابب تفضفض معانا ما تنساش تعمل لايك، فولو على اليوتيوب، اشتراك، واستناك فيديو تاني جديد. سلام.